في الأخبار تم الإعلان على الإصابة ديال مجموعة ديال الأطفال بإقليم تيزنيت بمرض ليشمانيا، وأن هناك مخاوف تفشي هذا المرض. فشنو هو مرض ليشمانيا أو ليشمانيوز؟ منين كتجي؟ شنو الأعراض ديالها؟ واش كاين إمكانية ديال الوقاية وديال التداوي؟ واش بصح هو مرض معدي كما أن الآباء ديال هاد الأطفال متخوفين؟ هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو. هذا المرض هو عبارة عن عدوى طفيلية. المرض كيتنقل عبر لدغة نوع من الذباب يسمى الفليبوتوم. هاد الذباب صغر من الناموسة العادية وما كيديرش الصداع. كاين جوج ديال أنواع ديال الليشمانيا. أولا الليشمانيا الجلدية كتبان على شكل قروح جلدية. هاد الأعراض الجلدية كيبانوا في البلايص اللي كتكون معري واللي كيعطي هذاك الفليبوتوم بحال الذراعين. يقدروا يدوزوا اسابيع ولا اشهر مورا الانفيكسيون. باش عاد يبانوا هاد الاعراض؟ غالبا كيكونوا ما كيعطيوش الحريق ولكن كيحفروا الجلد وكيخليو سيكاتريس ملي كيبرد. في اي منطقه كتكون هاد النوع من الليشمانيا كتكون بجويه مراكش اكادير وردسات. كما ان هاد الليشمانيا الجلديه تقدر تكون ثانويه بعد الليشمانيا الحشويه. ثانيا نهضروا على الليشمانيا الحشويه كتاثر على الاعضاء الداخليه بحال الكبده الطحال والنخاع العظمي. داكشي علاش دوك الاطفال كيكون عندهم فقر الدم والسخانه وكرشهم كتكون منفوخه بزاف لان الكبده والطحال كيكبروا في الحجم. هذه عكس الاولى كتكون في المناطق في شمال المغرب وجبال الاطلس. وهذا النوع الثاني خطير وخاص ضروري يمشي للمستشفى باش يداوي لانها تقدر تكون مميته. الوقايه كتكون عبر ثلاثه ديال الحوايج. اولا الوقايه من العضات ديال داك الفليبوتوم، كيتستعملوا مواد طارده للحشرات على الجلد اللي ما مطيش اكثر من كيخرج الواحد في الليل، وكذلك ارتداء الملابس الواقيه، وكذلك شبكه الناموس المشبعه بمبيدات الحشرات. ثانيا التحكم في هذا الفليبوتوم من خلال التقليل من العدد ديالو من خلال اجراءات بيئيه واستعمال المبيدات. ثالثا الحيوانات. بالنسبه للليشمانيا الحشويه كتكون الكلاب مستودع مهم لهذا الطفيلي، فيمكن يساهم التحكم في عدد وعلاج هذه الكلاب المصابه من نقل العدوى. هذا ما كيعنيش ان الكلب غادي يعض الانسان مباشره وغادي يعاديه، بل كيمشي الفليبوتوم يعض الكلب اللي مريض ومن بعد يحمل مع هذاك المرض ويعادي به الناس اخرين. فهذا المرض غير معدي مباشره سواء بين الناس بيناتهم او بين الانسان والحيوان، انما هو كيجي عن طريق الحشرات الفليبوتوم معدي. والعلاج كاين بالنسبه لهاد جوج اشكال ديال الليشمانيا، لذلك الواحد الا شك في هذه الامراض او الاعراض يتجه لاقرب مستشفى. خليتكم في صحه جيده والى المره القادمه من اجل معلومه في السبيطار.